ما هو أنتم برضه اللي غلطانين، مش أنا قعدت أقول لكم اشتروها، 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 دي حلوة جدًا، دي هتبقى إيديك اليمين. يالّا ما علينا، المهم تعالوا النهارده نعمل مع بعض جولة عن أسعار غسالات الأطباق، ونشوف الأسعار وصلت لحد فين وتماسكي معايا. يالّا بسرعة تعالوا نبتدي. أول غسالة أطباق معانا هي غسالة أطباق بيكو 15 فرد class A digital. الاستهلاك الشهري بتاعها 22 كيلو واط في الساعة. لونها أسود. بيكو من الماركات المحترمة جدًا، هي بتبقى تركي، 6 برنامج. الديجيتال منها ب35,499 البقرة منها ب30,939. طبعًا بتبقى inverter موفّرة للكهربا، هي عبارة عن 3 رف زي ما أنتم شايفين، أول درج للشوك والمعالق والسكاكين، وتاني درج بيتحط فيه الكوبايات والبولات وما بنتقلش عليه، وتحت خالص بنحط الأطباق والحلل. تعالوا بقى نشوف الغسالة اللي بعد كده وهي غسالة أطباق بوش 12 فرد. طبعًا بتبقى كلاس A، لونها أسود. استهلاكها الشهري 20 كيلو واط في الساعة. طبعًا بوش برضه أكتر من ممتازة، في منها التركي وفي منها صناعة تانية، يعني أنتِ لازم تسألي الألماني. لازم تسألي هي تركي والّا الألماني. طبعًا الألماني غالية جدًا، مش أي حد يعرف يشتريها. سعرها 27,899. طبعًا هي بتبقى بكرة، السنون من تحت بتتني ومن فوق ما بتتنيش. طبعًا لمّا بتتني بتكون أفضل لإنها بتاخد يعني حاجات أكتر وتوفّر مساحة أكتر. من فوق زي ما أنتم شايفين كده الرف السنون ما بتتنيش خالص، لكن من تحت من جوّه عند الحلل السنون بتتني. طبعًا كان في هدية Vanish الشركات يعني بتاعة المسحوق بتعمل هدايا من النوع ده. تعالوا بقى نشوف غسالة الأطباق اللي بعد كده وهي غسالة بوش 12 فرد ديجيتال السيلفر. إحنا المرّة اللي فاتت قُلنا البقرة، ديّة سعرها 29,900. هي بتبقى عبارة عن 5 برنامج. الاستهلاك الشهري بتاعها 22 كيلو واط في الساعة. تعالوا بقى نشوفها من جوّه. زي ما أنتم شايفين كده بتبقى واسعة جدًا. بوش من الغسالات الضخمة جدًا، يعني لازم يبقى المطبخ كبير. بصراحة بتاخد حاجات كتير جدًا. بوش ماركة أكتر من ممتازة، دي بوش التركي طبعًا. من تحت السنون بتتني ومن فوق ما بتتنيش. تعالوا بقى نشوف الغسالة اللي بعد كده وهي غسالة بوش 13 فرد. طبعًا بتبقى 3 رف زي ما أنتم شايفين، أول دور زي ما إحنا قُلنا للمعالق والشوك والسكاكين، والتاني للبولات وممكن تحطّي أطباق صغيّرة والكوبايات، وطبعًا طقم التوزيع والحاجات الخفيفة ديّة ما بتتقِّلش على الرف اللي فوق. وبعد كده الرف اللي تحت خالص للحِلَل والأطباق. سعرها 36,500. هي بتبقى عبارة عن 6 برنامج. وطبعًا ده اللون الأسود. تعالوا بقى نشوف غسالة الأطباق اللي بعد كده وهي Ocean 13 فرد. بتبقى class A. Ocean دي ماركة إيطالي. استهلاكها بصراحة الشهري مكتوب عليها 9 كيلو واط في الساعة. بصراحة مش عارفة إيه الرقم ده، يعني رقم قليل أوي مش عارفة. المهم الباسكت بتاعتها هي بتبقى 2 رف زي ما أنتم شايفين كده. الباسكت بتاعتها بيضا مش silver. آآ زي ما قُلت لكم هي سعرها 22,490. ال15 فرد منها سعرها 23,990 وال10 أفراد منها سعرها 17,000. هي ماركة إيطالي. تعالوا بقى نشوف غسالة الأطباق اللي بعد كده وهي بيكو 14 فرد 5 برنامج. طبعًا استهلاك الكهربا بتاعها بيبقى class A. هي بتبقى 3 رشّاش. في ناس كتيرة جدًا بتشكّر في بيكو، هي بيكو تركي. ده اللون الsilver. الباقرة منها بسعرها ب21,299. الرقم ده موجود في الرنين. والdigital منها ب26,250. هي لونها أسود زي ما أنتم شايفين كده، وزي ما قُلت لكم هي بتبقى class A. وفي ناس كتير جدًا بيشكّروا في الموديل ده، اللي بيقولوا إن ال14 فرد أفضل من ال15 فرد. تعالوا بقى نشوف غسالة الأطباق اللي بعد كده وهي فريش 10 أفراد. فتحناها مع بعض كده. العرض بيبقى بتاع الغسالة ال10 أفراد بيبقى 45 سنتي. الغسالات اللي بتبقى من أول 12 فرد لحد 15 فرد بيبقى 60 سنتي، والطول واحد بيبقى 85 سنتي.
سعر فريش الديجيتال 38,000، لأ آسفة جدًا، سعرها 14,915. تعالوا بقى نشوف غسالة الأطباق اللي بعد كده، وهي غسالة أطباق إندست بكرة 8 برنامج. السنون ما بتتنيش ولا من فوق ولا من تحت. إندست تبع شركة إندست تبع شركة أريستون، الاتنين إيطالي. برضو ماركة أكتر من ممتازة، وفي ناس كتيرة جدا بتشكر فيها. السنون ما بتتنيش ولا من فوق ولا من تحت، سعرها 38,950. تعالوا نشوف بقى الماركة اللي بعد كده معانا، وهي ماركة تورنيدو 10 أفراد ديجيتال 7 برنامج. تعالوا بقى نفتحها ونشوفها من جوه. السنون بتاعتها بتتني من فوق ومن تحت طبعا لتوفير المساحة. ودي حاجة عظيمة جدا، يعني تورنيدو أصلا ماركة أكتر من محترمة. وطبعا بتبقى الضمان العربي، هي تركي. سعرها 18,200. زي ما انتم شايفين اهو كده السنون بتتني اهو زي ما قلت لكم، ومن تحت كمان السنون بتتني من جوه كده عند الحلل. وطبعا بيبقى فيه الباسكت بتاع المعالق والشوك والسكاكين. تعالوا بقى نشوف الماركة اللي معانا بعد كده، وهي ماركة بيكو 10 أفراد البقرة. أنا عاملة ريفيو عنها في القناة، هسيبه لكم الفيديوهات المقترحة، وكمان هسيبه لكم في الكومنت. زي ما انتم شايفين كده من فوق السنون ما بتتنيش. ده بيبقى شكلها. العرض زي ما احنا قلنا 45 سنتي. من تحت السنون بتتني. طبعا بيكو تركي برضو ممتازة. سعرها 17,469 ده البقرة، والديجيتال منها ب 22,800. تعالوا بقى نشوف الماركة اللي معانا بعد كده، وهي ماركة وايت بوينت 13 فرد. دي بقرة زي ما انتم شايفين برضو وايت بوينت تركي. سعرها 23,750 ده عند رنين، وفي أماكن تانية ب21,900، لأن طبعا الأسعار متغيرة في كل مكان، وكل واحد بقى بيضرب الرقم اللي هو عايزه. فهي بتبقى عبارة عن 6 برنامج، يعني في ناس بيبيعوها ب22,000، وفي ناس بيبيعوها ب23,750. فاعملوا سيرش جامد قبل ما تشتروا، وقارنوا بين الأسعار، يعني ما تشتروش من مكان واحد، لأن دلوقتي كل واحد بيضرب الرقم اللي هو عايزه. وايت بوينت على فكرة ممتازة، هي عندي يعني غسالة حمالة أسية، مش هقدر أقول لكم حاجة تانية غير كده. ده بقى أريستون 10 أفراد البقرة 5 برنامج. طبعا أريستون راح في حتة تانية خالص، يعني الأسعار ضربت منه خالص. هو عبارة عن 5 برنامج و10 أفراد، وسعرها 34 ونص. فيعني بصراحة الأسعار راحت في داهية، بالذات أريستون زودها قوي. يعني السعر بتاعه طبعا هي غسالة أطباق أكتر من ممتازة، بس مش بالسعر ده. يعني دي 10 أفراد في الأول وفي الآخر، لا ده أنا أجيب بيكو 15 فرد أفضل. تعالوا بقى نشوف غسالة الأطباق اللي بعد كده، وهي أريستون الديجيتال. هنبيع بقى كليتنا علشان نشتريها. هي بتبقى عبارة عن 10 أفراد 8 برنامج كلاس A. السنون بتتني من فوق وبتتني من تحت، وسعرها 35,000، من 35,000 ل35,000 ونص، على حسب المكان اللي بتشتريها منه. زي ما انتم شايفين غسالة أطباق عادية، يعني مش مستاهلة السعر ده كله. ماشي الماتيريال أكتر من ممتازة، بس ما هو برضه في حاجات تانية الماتيريال كويسة جدا، أو معقولة، نقدر نقول معقولة ومش بالسعر ده. فبصراحة أريستون غلت جدا. ده أنا كمان بقى هقول لكم على سعر أريستون ال 14 فرد وال 15، يعني الواحد محتاج يبيع كليته عشان يشتري غسالة أطباق بعد كده. تعالوا بقى نشوف الماركة اللي معانا بعد كده، وهي ماركة اندست. دي البقرة 5 برنامج 10 أفراد. الرف قابل للتعديل، يعني تقدري تطلعيه وتنزليه لو انت حاطة حاجة عالية من تحت. سعرها 24,000 ونص. السعر ده موجود على أمازون يا جماعة. وعلى فكرة أمازون ما بقاش مغلي الأسعار زي الأول، يعني كان الأول أمازون بيضرب أي رقم ويزود في الأسعار جدا. تقريبا في ناس كتير اشتكت، وهو أسعاره بقت معقولة وزي الأسعار اللي موجودة في السوق. طبعًا ممكن تلاقي السوق أقل 1000، 1000 ونُص بالكتير. عشان كده باقول لِك اعملي search كويس جدًا قبل ما تشتري. دي بقى أريستون أنا قُلتها لكم قبل كده البقرة. عايزة أقول لكم سعر أريستون ال14 فرد وصل ل40,000 البقرة، والديجيتال 47,840. يعني الأسعار تصدم بصراحة. وال15 فرد بقى ب50,000. يعني الأسعار مُبالغ فيها، ده LG مش بالسعر ده.
يا رب يكون الفيديو عجبكم، كان أهم حاجة عندي إن أنا أفيدكم وأورّيكِ يعني بدل ما تنزلي وتلفّي أنا نزلت لِك ولفّيت لِك، وكان أهم حاجة عندي إنِّك تستفيدي وتحسّي إنِّك عملتِ جولة محترمة وعرفتِ كل حاجة عن غسالات الأطباق. يا رب أكون فدتكم، مش تنسوا تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير كتير للفيديو.